السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة، ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ولد اسمه أحمد وأخوه اسمه مروان. كان أحمد ولد مؤدب وهادي، عكس مروان اللي كان دايما شقي وبيعاكس في أحمد وبيضايقه. وفي يوم من الأيام جابت لهم مامتهم هدوم جديدة علشان العيد لكل واحد فيهم، وكمان جابت لهم الشوكولاتة اللي بيحبوها. أحمد بسرعة لبس الهدوم الجديدة وكانت عجباه جدا، وكمان مروان كان عجبه الطقم بتاعه جدا. ولما مامتهم قالت لهم يلا بقى غيروا هدومكم والبسوا لبس البيت، والهدوم الجديدة دي هنشيلها علشان نلبسها في العيد، طلب أحمد من مامته إنها تسيبه قاعد بيها شوية. مامته قالت له لأ يا أحمد، كده ممكن الهدوم تتوسخ. مروان جاب الشوكولاتة لأحمد علشان ياكلوها مع بعض، وفجأة وأحمد بياكل الشوكولاتة وقعت من ايده حتة وبقعت التيشيرت الجديد. أحمد ما بقاش عارف يعمل ايه، أكيد مامته هتزعقله دلوقتي علشان ما سمعش كلامها. فكر أحمد إنه يروح أوضته ويقلع التيشيرت الجديد بسرعة ويخبيه في الدولاب قبل ما مامته تشوفه، لحد ما يفكر هيعمل فيه ايه. ولما باباهم جه من الشغل مامتهم ندهت لهم علشان يتغدوا مع بعض. وبعد ما اتغدوا قالت مامتهم لمروان يلا يا مروان، النهاردة دورك علشان تساعدني نلم السفرة بعد الأكل. بص مروان لأحمد وقال لها لا يا ماما، أنا مش قادر، أحمد هيساعدك بدل مني. استغرب أحمد جدا ولسه هيتكلم، راح مقرب منه مروان وقايل له في ودنه أنا شفتك لما بقعت التيشيرت الجديد بالشوكولاتة، وشفتك كمان وانت بتخبيه في الدولاب، تحب أقول لماما؟ حط أحمد وشه في الأرض وقام من سكات يساعد مامته في لم الأكل من على السفرة. وبعد الأكل دخل مروان وأحمد أوضتهم يلعبوا شوية. مروان مسك صندوق اللعب وقلبه كله على الأرض، ولما مامتهم دخلت وشافت المنظر زعقت لمروان لما عرفت إنه هو اللي عمل كده، وطلبت منه يقوم يلم الألعاب كلها في الصندوق. بص مروان لأحمد وقال لمامته لا يا ماما، أنا تعبان قوي وعايز أنام، أحمد هو اللي هيلم اللعب. لسه أحمد هيرد ويتكلم راح مروان مقرب منه وقايل له ها، تحب أقول لماما على بقعة الشوكولاتة؟ رد أحمد على مامته وقال لها خلاص يا ماما، أنا هلمهم تاني في الصندوق. ولما مامتهم خرجت من الأوضة قعد مروان يتنطط على السرير ويغني، وفضل أحمد يلم في الألعاب لوحده. أحمد تعب قوي في لم الألعاب كلها لوحده، وقبل ما ينام بدأ يفكر يعمل ايه، ما بقاش قادر يستحمل التهديد اللي مروان كل شوية يهدده بيه. وفي الآخر قرر أحمد إنه لازم يروح لمامته ويقول لها على الحقيقة اللي مخبيها. فتح أحمد الدولاب وأخد الشوكولاتة وراح لمامته ورالها وحكالها على كل حاجة. مامته اتبسطت منه جدا إنه صرحها وقال لها على اللي حصل، بس اتضايقت منه لما عرفت إنه استحمل حركات مروان، وقالت له بص يا أحمد، ماما وبابا هم أكتر ناس بيحبوك في الدنيا وبيخافوا عليك، مهما حصل اوعى تخبي حاجة على ماما أو بابا، حتى لو عملت أي حاجة غلط تعالى قولي بسرعة وأنا هسامحك
وهعرف اتصرف صح ونصلح الغلط اللي عملته. واوعى تخلي حد في يوم من الايام يعمل معاك زي مروان، لان دي حركة وحشة جدا اسمها ابتزاز. ودلوقتي بقى تعالى نغسل التيشيرت انا وانت، وما تخافش انا عندي مسحوق هينضف بقعة الشوكولاتة ويطلعها بسرعة وهيرجع التيشيرت كأنه جديد. اما مروان بقى فانا لازم اعاقبه عقاب شديد، ومش هجيب له اي العاب جديدة، وهيتحرم من الفسح والخروجات. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتكم الحدوتة اضغطوا اللايك الجميل، وما تنسوش يا اصحابي تعملولي فولو، واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم. وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير.